الحمد لله رب العالمين. أحمد الله تعالى وأتوب إليه وأستهديه وأستغفره. أحمدك ربي حمدا لا بلوغ المنتهى، وأشكرك شكر عبد طالب من ربه رضاه. فأحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا يجوز إخوة الإيمان والإسلام التهاون في أمر الزكاة. كما قلت، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي طهارة المال الذي تبقى معك في جيبك، المحصول الذي تبقى لك في بيتك، إخراج الزكاة منه تطهر هذا المال وتنمي هذا المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أختم الخطبة بهذه القصة الرائعة. محمد بن يوسف الفريابي رضوان الله عليه يقول: خرجت أنا وجماعة من أصحابي في زيارة أبي سنان رحمه الله. محمد بن يوسف الفريابي يقول: خرجت أنا وجماعة من أصحابي في زيارة أبي سنان رحمه الله، فلما دخلنا عليه نزوره وجلسنا عنده قال لنا: قوموا بنا نعزي جارا لنا مات أخوه، نعزيه ونسليه. يقول: فلما وصلنا عند أبي سنان قال لنا: تعالوا نعزي واحد جارنا أخوه مات. والتعزية طبعا سنة مع اختلافنا في كيفية التعزية، ولكن أخوك عنده عزا، عنده مصيبة لابد أن تعزيه، عنده فرح لابد أن تهنيه. ده حق المسلم على المسلم، وحدوا الله. يقول: فلما دخلنا ذهبنا معه ذلك الرجل الذي مات أخوه، فلما دخلنا عليه وجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه الذي مات، يعني حزين جوه على أخوه وعمال يبكي وجازع وساخط. فقلنا له: يا هذا، يعني فأخذنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تعزية ولا تسلية. عمين صبر فيه ونواسي فيه وهو لا يقبل تعزية ولا تسلية. فقلنا له: يا هذا، أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه؟ لماذا كل هذا الجزع؟ مش عارف الموت سبيل وطريق لا بد لكل أحد على وجه الأرض أن يصير عليه وأن يمر عليه. قال: أعلم ذلك، ولكن أبكي وأجزع على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب. أخويا بيعذب صبح وليل، يبكي على العذاب اللي أخويا بيتعذبه في قبره. فاستغربنا من كلامه وقلنا له: هل أطلعك الله عز وجل على الغيب؟ وربنا اطلعك على الغيب، من الذي أدراك أن أخاك يعذب في قبره؟ قال: لما دفنت أخي وسويت عليه التراب وجلست عند رأسه. دي برضه من الأشياء المسنونة والأشياء المستحبة. لما تجلس لما تدفن أحد أقاربك عزيز عليك، صديقك، أخوك، أبوك، خالك، عمك، مش تدفنه وترجع جاري عشان الميتم والناس جنب الناس، لا، ادفنه واقعد عند رأسه، لأن الميتم يقولها لله عز وجل. الميتم واللي بيحصل في الميتم ده كله لا يصل الميت أي شيء، يقولها لله. الميتم لو جبت له إذاعة كلها لو قعدت هنا في الدوار أو في سرادة، ما الميتم ما بياخدش حاجة ده كله. يقول الأحياء أنت حر اعمل، دي للأحياء، تروح لفلان وفلان بيجي لك وأمور اجتماعية بيننا. إنما الميت بيعود عليه حاجة
القرآن اللي بنجرب بيقعد على ما بيوصلش له. انت بتقرا باجر، لو ما خدتش فلوس مش جاي. انما ايه؟ اذا مات ابن ادم لما موت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يعمل له ايه؟ يعمل له عزا ويجيب له اذاعه ويعمل له سرادق ويعمل له، لا ده كله مش هيحصل. او ولد صالح يدعو له. فالميت في اشد الحاجه بعدما يدفن، اشد الحاجه الى دعوه، لان الروح تعود اليه في قبره وياتيه ملكان ويجلسانه ويقولون له من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. اشياء ورده من السنه يا اخوانا لابد ان نصدق بها وان نعتقد بها. فهو في اشد الحاجه الى دعوه، وقد يستحب ان تجلس عند راسه بعد الدفن ما تخلص، وبعد ما اللجنه نقول شيخ الله سيعاكم جميعا صرفوا ماجورين، انت بقى يا حبيبه تقعد شويه 10 دقائق ربع ساعه تقول اللهم ثبته عند السؤال. سيدنا معاذ بن جبل يقول كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسال واسالوا له التثبيت. تقعد بقى سيبك من الميتم والبحث والميتم والناس والدنيا مش هتخلص، الدنيا قاعده لك والميتم قاعد لك و100 واحد هيجامل الناس. انت يا قريب الميت يا اهل الميت اجلسوا عند راسه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته، اللهم الهمه الجواب. ادعي له في اشد الحاجه الى هذه الدعوه. الدعوه دي ممكن تخليه في نعيم طول ما هو في قبر، الله عز وجل يستجب منه. فدي اهم شيء، وحدوا الله. يقول لما دفنت اخي، الرجل بيحكي، وجلست عند راسي وسويت عليه القرآن وجلست عند راسي، سمعت صوتا من داخل القبر يقول أقعدوني وحيدا أقاسي العذاب، قد كنت أصلي قد كنت أصوم. فاستغربت إيه اللي بيحصل جوه، فاستغربت كلامه ونبشت عليه التراب لأنظر حاله، فوجدت قبره يشتعل عليه نارا. سلم يا رب. فوجدت قبره يشتعل عليه نارا، وفي عنقه في رقبته قوق من نار. يقول فأخذتني شفقة الأخوة، أخويا صعب علي، ومددت يدي لأرفع الطوق عن رقبته فاحترقت يدي، ثم أخرج لنا يده فإذا هي سوداء محترقة. فقلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا كان أخوك يفعل في الدنيا؟ كان وضعه إيه؟ فقال لنا كان أخي لا يخرج الزكاة من ماله. أخويا ما كانش بزكاة، عيب الوحيد ما كانش بزكاة. فقلنا له يا هذا تصديق قول الحق عز وجل، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. المال اللي معاك ده مش مالك، المال اللي معاك ده مش من شطارتك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ده من فضل الله عز وجل عليه. الزرع اللي انت يا جماعه حصلته وخزنته في البيت مش من شطارتك ولا شايف الكيماوي اللي انت رميته، ده من فضل الله عز وجل عليه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة. يقول محمد بن يوسف فخرجنا من عند هذا الرجل وأتينا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه عن قصة هذا الرجل، وقلنا له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت اليهودي والنصراني
ولا نرى فيهم ذلك. فقال لنا أولئك لا شك أنهم في النار. اليهود والنصراني معروف طريقهم فين، وإنما يريكم الله في أهل الإيمان لتعتبروا، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الإيمان والإسلام، بادروا وسارعوا بإخراج زكاة زروعكم، وبادروا وسارعوا بإخراج زكاة أموالكم حتى يتقبل الله عز وجل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا حي سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلن بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امددهم بجند من عندك يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام